هلو زي العادة معاكم هدير نجيب، لايف كوتش، يوجا انستراكتور، سول دانسر اند ديتوكس كونسلتنت. النهارده جايه اخدكم شويه على البحر وبعدين نتكلم في مواضيعنا المهمه جدا جدا. بصوا المدخل ده هيعجبكم قوي. اوريكم بقى هنقعد فين ونتكلم ازاي وعن ايه، هقول كل حاجه دلوقتي. جايه اكلمك النهارده من على البحر في دهب. مبدئيا الموضوع بتاع النهارده مهم جدا، وهو عن لو انت لسه ما كملتش مرحله الجواز هتمر بشويه ستراجلز من الناس اللي حواليك، هيبتدوا يحطوا فيك ويشككوك في نفسك ويحسسوك ان انت عندك مشكله، وان انت في شيء كبير قوي مفتقده، وان انت في شيء كبير من جواك غير مكتمل. والحقيقه اللي عايزه اقولها لك عشان تكون في علاقه صحيه مستمرة هي انك تكون مكتمل حقيقي بينك وبين نفسك، تكون مش حاسس باي نوع من انواع النقص، تكون مش حاسس باي نوع من انواع التنافس في انك توصل للموضوع ده، او انك تحاولي تتنافسي مع نفسك وتتنافسي مع اللي حواليك عشان تتجوزي وتخشي في منظومة الجواز، او انك تحاول توجد ده بالعافية، او انك تخاف ان ده اصلا يتوجد. كل ده بيوقف جدا وجود العلاقة الصحية او العلاقة بتاعة الجواز. بصوا في صديق النهارده جاي يصور معانا الفيديو. طيب اوكي اكمل لكم. النقطه الاولانيه ان انت ممكن جدا حد يرشح لك انثى يعني مؤهله للجواز بمعرفه شخص اخر، خلاص، وانت تقرر ان انت تنزل وتعرفها وتقعد معاها، او انت تعرفيه وتقعدي معاه على اساس ان هو لايق على الشكل بتاع الجواز او مناسب جدا للحاله الاجتماعيه والاسره وزي ما قلنا شكل الجواز. بس بتكتشفي وبتكتشف المشاكل بعدين، عشان كده تلاقي رجاله كتير بيجوا بعد الجواز تقولوا انت مبسوط، يقولك لا، او انت مبسوطه تقولك لا، لان هي خدت بناء على شكل خارجي وظاهري هيبقى متاح للمجتمع ومناسب ليه، والمجتمع يحكم عليه بالحكم المناسب بالنسبه للمعتقد بتاعهم، بس مش مناسب لمقاييسي انا. يعني في ناس كتير هتلاقوها نفسها فعلا ان هي تعرف الشخص ده هيبقى مناسب او متلائم مع الجسد بتاعها اصلا ولا لا، متلائم مع افكارها ولا لا، متلائم مع الجنان اللي هي عايزه تعيشه، من غير ما يقول عليها يا بنت مش كويسه وايه ده انا اتجوزت واحده مش عارف ايه. لان معظمنا عندنا احكام على اسم انا دلوقتي متجوزه فانت جوزي فانت لازم تعمل كذا كذا، وانتي مراتي فانت لازم تعملي كذا كذا، فاحنا كلنا عندنا المشكله دي. تاني نقطه وهي عايزه اقولها لك انه كتير قوي بيحصل مع البنات بالذات ان هي بتقفل قوي على قلبها، بتقفل قوي على المشاعر بتاعتها، وما بتبقاش عايزه تخش في حته انه اتحب او ما اتحبش لحسن افشل، وفي الاخر برضو احس بالنقص او احس ان انا فيا مشكله او احس ان انا غير مكتمله. فالبنت دايما بالذات بتعاني من النقطه دي، فبالتالي ممكن تحبس نفسها وتقفل على مشاعرها. وفي رجاله كتير بتلجأ بقى للموضوع بشكل مختلف، ان هي تخش في ان هي تبقى في علاقه بجد وتخون، او تعرف بنات كتير بتعوض النقص اللي اتفرض عليها بشكل ما او بشكل اخر. وفي رجاله كتير بتقفل على مشاعرها وبتخاف اصلا من الحب. ثالث حاجه انت ممكن تلجأ لها الفرض بتاع الاهل او الفروض الفكريه بتاعت اهلك، انك انت كده لسه ما اتجوزتش، سنك كبر او انت سنك كبر، فاللي بتقاومه ازاي في انك تلحق تجري وتفضل تخش في علاقات بسرعه وتلاقي نفسك بتجذب العلاقات التوكسيك، بتلجأ تخش علاقات كتير كتير كتير، عايز تلحق تتجوز، عايز تلحق ما تحسش بالنقص المجتمعي ده، او النقص انه في حاجه فايتك، او انه السن بيجري بيك، او ان السن بيجري بيكي، فتبتدي تبقى عايز تخش في اي علاقات، وتبتدي تلاقي نفسك دخلت في علاقات كتير وبتجذب علاقات كلها توكسيك. حاله طبعا هقوله لك في الاخر، بس انا بشرح لك الحاله اللي انت ممكن تمر بيها. اخر حاجه ممكن تمر بيها وهي انك تقرف خالص من منظومه الجواز، وانت تقفلي منظومه الجواز دي تماما وتقولي الجواز ده منظومه اصلا فاشله، لان كل دي مقاومه، لان انا مش عايزه خالص بقى حد يفرض عليا ان انا فيا شيء ناقص او فيا شيء مكتمل، انا هنهي الموضوع ده تماما. وطبعا كل السيناريوهات دي للاسف بتضرك انت، مش بتضر اي حد تاني. فخلينا متفقين ان اي سيناريو من دول انت مش بتعمل مقاومه للفكره بتاع المجتمع، لا، انت بتعمل مقاومه ان انت تعيش في الاستقرار النفسي. الاستقرار مش
بيجي بس في شكل الجواز، لا الاستقرار بيجي في اشكال كتير قوي مختلفة. وهي اول شكل منها هي انك انت تحس ان انت مكتشف لنفسك ومكتشف لكينونتك ومكتشف لروحك في الحياة ومكتشف انت بتحب ايه وبتكره ايه. فدي اكبر استقرار وراحة نفسية ممكن تقدمها لنفسك واكبر كينونة مكتملة. تاني حاجة ممكن تحلها مع نفسك ان انت تفهم انت ليه اصلا عايز علاقة. هو احنا ليه اصلا بنخش في علاقة؟ هو اصلا ليه ربنا ممكن يرزقنا بعلاقة عاطفية صحية؟ بيرزقك بعلاقة عاطفية صحية قلتها كتير قوي لانك انت عارف انت عايز تقوم بدورك ازاي في الحياة. فبالتالي توازنك الطاقي العالي بيفيد دورك اكتر على الارض، فانت فاهم ده كويس قوي وبتتحرك من خلاله. مش عشان معيش لوحدي، مش عشان انا حاسس ان انا مفيش حد بيونسني، مش عشان انا عايز مشاركة. ما انت ممكن تتشارك مع اي حد شوية وتخلص الموضوع وتشوف حد تاني. لا احنا بنشوف علاقة مستمرة فيها توازن وطاقة عالية عشان انا عارف دوري على الارض بقوم بيه ازاي وهابجريد ازاي وهنتج بيه ازاي على الارض وهنفع وهصلح ازاي على الارض. فدي نقطة تانية مهمة جدا. تالت نقطة مهمة جدا وهي ان انت عارف كويس قوي نفسك وعارف انت عايز ايه وعارف انت ممكن تستريح ازاي وعارف ايه الافكار اللي بتماتش معاك وايه المتناسبة معاك. فبالتالي ربنا بيخليك تقع في الشخص او بيصادفك مع الشخص اللي فعلا مناسب جدا لافكارك ومناسب جدا لطريقة اللايف ستايل بتاعك ومناسب جدا انك انت لما تقعد تتكلم معاه. انت كولد مثلا ما تحسش ان انت مثلا في ولاد كتير بتبقى عايز تسهر مع بنت وبتاع، ولما تتجوز البنت فيخاف يقول لها كده اللي تفهمه غلط، وهي تبقى نفسها تروح تسهر معاه ويروحوا يهيسوا مع بعض بس تخاف تقول له كده لا يفهمها غلط بعد الجواز. فالحاجات دي ما بتبقاش موجودة لانك قابلت شخص فعلا هو مش واخدك على مقاييس حد غيرك، لا هو واخدك على مقاييسك ومقاييسه بس، وفي انسجام عالي بينكم. فمن النقطة المهمة جدا اللي هي الثالثة انك تعرف انت مقاييسك عاملة ازاي والستاندرز بتاعتك عاملة ازاي وما تحاولش تتنازل عنها باسم الجواز. رابع نقطة استحقاقك، وهو انك انت عارف ايه اللي تستحقه وايه اللي تاخده. انت مش بتسعى عشان تتجوز، انت بتسعى عشان خاطر طاقتك زي ما قلنا تبقى عالية. فبالتالي ما بتنزلش من استحقاقاتك، يعني ما بتتنزلش في انه ما يهتمش بيك او مقلل الاهتمام، او ما بتتنزلش عن حتة انه هو بيعاملك كويس باحترام، ما بتتنزلش عن حتة الود بينكم، ما بتتنزلش عن حتة الاحترام وقت الاختلاف، ما بتتنزلش عن وقت ان هو يكون فولي بريزنت معاك، يعني مركز معاك مش دماغه هنا وهنا وهنا. في حاجات اساسيه ان ما بتتنزلش عنها. ما بتكلمش خالص في الماديات لكن بتكلم في الحاجات اللي فيها تعاملات صحيه بينكم، فاستحقاقك فيها عالي ما بتتنزلش عنها. انا مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم النهارده في الفيديو. يا رب تكونوا استفدتوا واشوفكم في فيديو تاني. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو لو عجبكم وشير عشان دي كارما ايجابيه. وما تنسوش لو حد حابب يغير حياته ويحصل على كل الحاجات دي اسيب لكم الصوره بتاعه الاكونت بتاعي، انا برد على كل الناس. واسيب لكم كمان هنا ممكن تحطوا او تدوسوا على الرقم وتبعتوا رساله حد من التيم بتاعي هيتواصل معاكم على طول وهيقول لكم كل التفاصيل اللي ممكن فيها تاخدوا كورس وممكن فيها تتواصلوا معايا، وعلى طول هنبتدي رحله الكوتشنج ونغير حياتنا مع بعض. مبسوطه قوي ان انا كنت معاكم واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.